السلام عليكم الاصدقاء، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى تكونوا كاملين بخير وعلى خير وانتم كتشوفوا هذا الفيديو. كما شفتوا في العنوان غندوي لكم في هذا الفيديو هذه على الدوره الثانيه وكيفاش تجتهدوا فيها وتجمعوا راسكم مزيان في الدوره الثانيه بحكم اننا مقبلين على الدوره الثانيه. اول حاجه غادي تشوف فاش كنتي تضيع الوقت في الدوره الاولى، يعني الحويجات اللي كنتي كتضيع فيهم الوقت خصك تإليمينهم تحيدهم في الدوره الثانيه، ما تبقاش تضيع فيهم وقتك وتركز اكثر على الدراسه، يعني تعطي الماكسيموم ديال الوقت هذه المره للدراسه. حاول انك تهتم بزاف في الدراسه ديالك، حاول تعطيها الوقت اكثر، حيت بقات غير اشهر قليله. يعني حنا كما كنعرفوا ان الدوره الثانيه كتكون قصيره بزاف من الدوره الاولى، يعني حاولوا تعطيو بزاف د الوقت للدراسه وللقرايه، حيت اصلا مبقى والو، غيجي الصيف وترتاحوا وديروا كلشي. دونك حاولوا انكم تفكروا ديك النتيجه ديال الدوره الثانيه تحطوها بين عينيكم وتحاولوا انكم تجيبوا واحد النقطه اللي مزيان. اهم حاجه واللي ديما كنقولها لكم هي تنظيم الوقت. باش ما نظمتي الوقت ديالك مزيان، باش ما غادي تجيب مزيان، باش ما غتنجح مزيان في حياتك ولا في الدراسه ديالك. اي حاجه بغيتي تنجح فيها خصك تنظم الوقت ديالك. حاول تحط بروغرام وما تكونش عشوائي، يعني كتخدم اللي جات كتخدمها، لا، حط بروغرام اللي يكون منطقي واقعي. يعني ما تحطش مثلا انني في النهار ديالي غنخدم بزاف ديال لي موديل ما غتقدرش تكملهم. حط شي حوايج، يعني بروغرام اللي يكون واقعي وفعلا غادي تقدر انك ديرو، وسير عليه وزير راسك وتحدى راسك باش تخدم على داك البروغرام. الحاجه اللي غنركز لك عليها هي تركز مزيان في القسم، ركز في القسم مزيان، حيت 60% ديال الكور كناخذوه في القسم. حيت الا خدمتي حيت الا ركزتي في القسم وشديتي مزيان في القسم غتجيك القرايه في الدار سهله، غادي غير تراجع داكشي وتخدم دي زيكزارسيس. ما غتلقاش راسك تضيع بزاف ديال الوقت وما كتبذلش المجهود اكثر. اما الا ما تبعتيش في القسم وجيتي حتى للدار عاد بغيتي تراجع عاد بغيتي دير، غتضيع بزاف ديال الوقت، لانك يلاه غادي تفهم الدرس، يلاه غتبدا تقلب عليه، دونك غتضيع بزاف ديال الوقت وغيجيك الملل وغتلقى راسك ما شديتيش والو. على عكس واحد اللي تبع في القسم مزيان وشد داكشي في القسم غادي يخدم بالزربه وما غيديش ليه داكشي بزاف ديال الوقت. ثاني اهم حاجه بعد تنظيم الوقت ديالك هي الانضباط على داك التنظيم، على داك الوقت اللي درتي. مثلا حطينا واحد البروغرام خصنا نضابطوا عليه، خصنا نزيروا راسنا اننا نكونوا منضبطين ونديروا داكشي اللي درنا في داك البروغرام، نحاولوا نزيروا راسنا باش نقدروا نديروا. يعني الانضباط حاجه اللي مهمه بزاف. واخا ندير مثلا غير ساعتين في النهار نراجع فيها، ولكن تكون يعني تنضبط عليها، تحط ديما كدير ديك ساعتين تجلس وتوصل مثلا ديك 10 ديال الليل، بديت ندير من 10 ل 12 توصل ل 10 نحط كتبي ونخدم حتى ل 12 يوميا. يعني تنضبط ديال بصح، كما تيقولوا قليل مداوم خير من كثير منقطع. يعني الحاجه اللي كتكون قليله ومداومه كتكون فيها البركه ومزيانه وكتنفعنا بزاف. حسن مثلا ما دير مثلا 12 ساعه ديال الحفاظه وانت جالس كتقرا وتحفظ تحفظ تحفظ تحفظ، يعني 12 ساعه وفي الاخر تلقى يعني مثلا نهار واحد مثلا دير 12 ساعه تحفظ فيها والغد لي مثلا ما تراجعت، بعد غدا ثاني ما تراجعش، يعني هكا تتكون داكشي مرون وما غتلقى راسك ما كتراجعش مزيان، كتراجع مره في شحال دونك كتبقى ديما مخربه. على عكس مثلا كما قلت لكم غير ساعتين ولا ساعه في النهار، ولكن دائما كديرها احسن ما دير بزاف د الوقت وصافي وتمل، صافي يجيك الملل وتخلي كلشي غد لي ما تعاودش تراجع. دونك فهمتوني كيفاش؟ اذا المداومه زوينه بزاف وكتنفع بزاف، ماشي غير في القرايه، في كلشي الانضباط هو كلشي. وحاول في قرايتك دائما تخدم بذكاء، ماشي تخدم يعني مثلا تضيع. نعتبرك مثلا خدمتي واحد 6 السوايع انت جالس خدام، تلقى راسك خدمتي غير شي حاجه اللي قليله. يعني حاول انك تخدم بذكاء، تخدم في وقت قليل ولكن تخدم بزاف ديال الحاجات من خلال الخططات، من خلال الفهم ديال النقاط الاساسيه في كل درس. يعني تعلم كيفاش تقرا بذكاء، ماشي غير كتجي اللي داز قدام كتقرا. واش فهمتوني كيفاش؟ بالنسبه للناس اللي عندهم امتحانات اشهاديه في الاخر ديال العام، حاولوا انكم تنظموا وقتكم في الدوره الثانيه ما بين الدروس ديال الدوره الاولى تراجعوهم والدروس ديال الدوره الثانيه. يعني حطوا واحد الوقيته كتراجعوا فيها غير الدروس ديال الدوره الاولى، دائما نطلع عليهم، وابخي تبقاو تخدموا داكشي ديال الدوره الثانيه باش ما يتنساش عليكم. ما تحلوش في داك الشهر الاخر تبقاو تقولوا ما نعرفوش نخدم داكشي ديال الدوره الثانيه ولا الدوره الاولى. يعني ما تحطوش راسكم في هذا الموقف كاع. حاولوا انكم ديروا غير ساعه كتراجعوا فيها داكشي ديال الدوره الاولى، ولا مثلا غير حتى الويكاند، وحاولوا تطلعوا شويه على داكشي ديال الدوره الاولى باش ما تلقاوش مشكل من بعد. بالنسبه للناس اللي كيقولوا لي واش باقي الوقت، بيان سور كو باقي الوقت بزاف. حيت غادي تجيو تخيلوا معايا مثلا الا خدمتوا من دابا، يعني مثلا باقا 3 شهور ولا تجي مثلا حتى الاخر ديال من تبقى ديك السيمانه وتجي تقول لي واش باقي الوقت، ديك الساعه بيان سور ما باقيش الوقت. ولكن دابا اللي باقي الوقت حاولوا انكم تخدموا مزيان، ما تبقاوش تسولوا هذا السؤال بزاف ديال واش باقي الوقت. خدم الماكسيموم بوسيبل. حاولوا تعطيو الوقت بزاف للقرايه،
استغلوا كل دقيقه كل ثانيه من الوقت ديالكم وخدموا عليها مزيان باش ان شاء الله تجيبوا مزيان في الدوره الثانيه. وحطوا واحد لا نوت قدامكم قدام عينيكم باغيين توصلوا ليها، كتبوها في شي ورقه وحطوها حداكم باش كل صباح تبقاو تشوفوها وتبقاو تقولوا راه انا عندي واحد الهدف اللي انا خدام عليه. دونك ما تبقاش يعني تخليك تضيع الوقت، ولا حاول انك تإليميني اي حاجه كتضيع فيها الوقت، سواء مسلسلات سواء كتب سواء اي حاجه شي هوايه انت اللي كتعجبك، حاول تنقص منها بزاف في هاد الدوره الثانيه هذه في الدوره باش تخدم وتجيب مزيان ان شاء الله. بون كان هذا هو الفيديو ديال اليوم، كنتمنى يكون عجبكم. ما تنساوش ديروا لايك واشتراك للقناه، واي حاجه عندكم بغيتو تعرفوها ولا دي كيستيون ولا اي حاجه خليوها لي في كومونتير غنجاوبكم على كلشي. السلام عليكم.